الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، اليوم مع حديث من أعظم الأحاديث وحديث من أخطر الأحاديث وفتن آخر الزمان، وهذا الحديث الذي فيه نزع الأمانة من قلوب الناس في آخر الزمان. ليس الخطورة في نزع الأمانة في آخر الزمان فحسب، ولكن الخطورة أنه لا تنزع الأمانة كما ينزع الشيء من الشيء، أو ينزع مثلا تنزع الملابس من الجسد، ولكن نزع الأمانة بأن ينام الرجل النومة فيقوم فلا يجد في قلبه أمانة، وهو من قبل ذلك كان رجلا أمينا. اسمع وصل على الحبيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. يعني هو كان راجل أمين وكان راجل معروف بالأمانة وسط الناس، ولكن هذه علامات الساعة وفتن آخر الزمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رفع الأمانة، في حديث كبير لحذيفة بن اليمان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إن الأمانة، حذيفة بن اليمان، إن الأمانة نزلت في قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ما علموا ثم علموا من السنة ما علموا. وبيبين لك بقى، يقول لك بعد ذلك في رفع الأمانة: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. يا رب سلم سلم، ينام وكان رجلا أمينا مخلصا للناس ومخلصا لكل ما يعلم في كل ما يعمل، ولكن ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، ثم يظل أثرها مثل الوقت. خلي بالك من التشبيه النبوي العظيم ده. الحرق اللي بيجي على اليد، عافانا الله وإياكم، هذا الحرق لما بيشفى الرجل بتبص تلاقي في أثر كده باقي مكان الحرق، فدي أخف. فبيقول لك بقى: ينام الرجل النومة فيقوم فتقبض الأمانة من قلبه، فيبقى لها أثر بسيط كده زي بقايا شكل الحرق بعد شفاء الشخص من هذا الحرق. ثم يقول: فينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل. وده أخطر وأعظم وتشبيه نبوي عظيم. والمجل هو أثر الحرق قبل العلاج. لما بيكون الواحد لسه محروق وبيجي بقى بيعمل فقع، بيعمل ايه؟ فقع، تلاقي كده فقع بيضاء فقع بيضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: يظل أثرها مثل المجل على رجلك، فإذا نفط فانتبر، أو انتبر فنفط. تبص تلاقي بقى يعني ايه فقع فقع كده. فالنبي بيشبه بيقول لك: تيجي بالإبرة كده، لو شكيت هذه الفقع لا يخرج منها شيء. فهكذا الرجل وقلبه حينما ينام ويقوم وتظل الأمانة في قلبه كالتشبيه العظيم كما يكون الفقع في جلد الإنسان بعد الحرق قبل العلاج. فهكذا يصبح قلب المؤمن بعد أن كان أمينا. ويقول حذيفة بن اليمان: فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد منهم يؤدي الأمانة. تخيل انت كده فتن آخر الزمان، فيقال: إن في بني فلان رجل أمين. شوف انت الوصف، نوصل لدرجة ايه؟ وده اللي احنا فيه. فلان ده يا جماعة راجل أمين في البيع والشراء. ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده، وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يا إلهي، نزع الأمانة يوصل إلى هذه الدرجة؟ نعم. فيقول: ولقد أتى علي زمان، ده حذيفة بن اليمان بيقول لك في زمانه اللي ميت في عهد عثمان بعد موت عثمان ب40 يوما: ولا أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما فحقه على إسلامه، وإن كان نصرانيا فيرد إلى ساعيه. يا إلهي، يعني لدرجة إن الناس ما تعرفش مين منهم هو ده مسلم ولا غير مسلم، لدرجة نزع الأمانة من قلوب الناس. فيقول لك بقى: فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. يعني لدرجة خطيرة جدا لا يتخيلها عقل. نزع الأمانة من قلوب الناس في آخر الزمان
أمر خطير. دائما ادعو لنفسك: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وأمتنا على الإسلام وأحينا على الإسلام، حتى تكون من الذين يسلمهم الله في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا.